والله فاكرين ان احنا نمنا في سؤال واحد يرضي ربنا، كلكم عايزين تعرفوا نوع البيبي بالظبط. ايه ده؟ في سؤال، يعني احنا عايزين سؤال نرد عليه، بس كله سؤال واحد يرضي ربنا، سؤال واحد كله. مش هنقول لكم جنس البيبي ايه وهتعملوا الحفله امتى؟ جنس البيبي ايه وهتعملوا الحفله امتى؟ جنس البيبي ايه وهتعملوا الحفله امتى؟ انت في الشهر الكام؟ احنا هنبقى نسهر مع بعض، يعني اسئله كرييتيف كده، ندردش بتاع، فهنديكوا شويه. سالتونا هنرد، ما سالتوناش بقى مش هنرد خلاص هنقعد مش هنرد. استعدوا بس استعدوا. المهم هنعرف جنس البيبي امتى ان شاء الله، كلها اسبوع، اتفقنا؟ انا في الشهر الكام؟ انا في الشهر الثامن. ايه تاني؟ بس نوع البيبي ايه هنعرف برضو الاسبوع اللي جاي بالظبط كده. بس كده. يا ريت بقى اسالوا اسئله جديده. بصوا هي خلصت كتوضيب وكده، بس كعفش لا طبعا لسه ما خلصتش، عايزه كارت. لان احنا المساحات مختلفه وكده، وطبعا احنا عايزين نغير حاجات كتير، فلسه لا طبعا حاجات كتيره ما جاتش عندنا بالظبط. طبعا مقاسات اختلفت، وكمان انا غيرت الديكور كله، يعني كل الالوان وكل حاجه غيرتها، عملت الوان ملهاش علاقه بالشقه القديمه خالص، كلفتنا اكتر بالظبط. فلا الموضوع كبير قوي، بس احنا بنحاول نتعايش هناك. احنا فرشنا الاوضه بتاعتنا يعني، والمطبخ بس احساس ان الواحد ما فرش ليه، احساس ان هو ما عملش حاجه اصلا، بس بنحاول نتعايش هناك يعني عشان نظبط دنيتنا وحياتنا، لان احنا بقالنا كتير قوي قاعدين عند ماما، فالموضوع خلاص يعني انتوا فاهمين. يعني الموضوع صعب بصراحه، بس فادعونا بقى نقدر نخلص الفتره الجايه، يعني ادعونا. تقدر تقول غير كده؟ مرتاحه مع احمد، انا لسه ما ردتش، وما ترفعش عليا السلاح، انا ارد براحتي على فكره. خلاص لا مرتاحه الحمد لله. لا الحمد لله ما ندمتش، الحمد لله. فطار بيتعمل، اكل بيتعمل، بقالي 9 شهور قاعده عند امي واخواتي، هم اللي شايليني وبيجيبوا لي الميه لحد عندي. روحنا امبارح البيت، امبارح اول يوم نقعد في شقتنا، وعشان عمل لي فطار، فبالنسبه له كده هو الراجل ما قصر والله. لا بس لا انا متاكده والله لو انا كنت قاعده في شقتي احمد برده ما كانش هيأثر معايا صراحه. لا والله العظيم بجد الصراحه احمد ما بيأثرش معايا في اي حاجه، بس يعني الفضل اللي في ال9 شهور او الفتره اللي انا قاعده عند والدتي دي كلها يرجع لاخواتي. والله العظيم انا شايل اول كام شهر ماشي، بس اخواتي برضو تعبوا قوي، وانت معترف بكده، انت بتغير منهم. هم بصراحه ليهم الفضل، يعني غير بقى عليك وعليك يا معفن. والله العظيم. يا ستي السؤال ده ما بيتسالش كده، قولي ما شاء الله. والله العظيم بتبقى نصيب، يعني والله انا شايفه ان الحاجات دي برضو نصيب، فما بعرفش والله اللي حصل يعني، مش عارفه. مين اللي عامل لي الميك اب بتاع السيشن؟ هقول لكم والله مش هتصدقوا. انا بطل حشاره بقى، انا اللي عملته لك، بطل حشريه. قول لهم مين اللي عامل لي الميك اب. القرد مالك قطع، مالك اللي عامله لي الميك اب، بجد بتعمل ميك اب حلو جدا جدا والله العظيم. توتر فبتبوظ وش اللوك. لا بجد يعني والله يا جماعه شجعوها ان هي تخش. هو بقى عايزه الحرق، يا ابني بطل مناكفه، دي اعلاميه وهتفضحك. اعلاميه ايه؟ وبيطلع في قناه الصرف الصحي. لا مالك اللي عملت لي الميك اب وكان حلو قوي، هنزل لكم صوره ليه برضه. احمد بص السؤال ده بيقولوا لي بقيتي كام كيلو بعد الحمل؟ ليلى حرفيا لو الدكتور 60 و10 75 73 اخر مره وزنت فيها، بس ما اعرفش دلوقتي كام. الدكتور لو شاف الستوري دي هيموت على نفسه بالضحك. قعدت تصوت وخربت الدنيا، انا زدت 10 كيلو. قلت له لا حلو، قلت له لا انا ما كنتش كده. انا طلعت على الميزان، اول حاجه الميزان جاب لي كام؟ جاب لي 78 كيلو. انا عملت كده يا نهار اسود، قوم يا دكتور قوم شوف لي الميزان ده فيه ايه. لا فوزنت بقى لقيت نفسي 73. انا كنت 63 اول ما حملت، في اول شهر او شهرين كنت 63. الحمد لله. طلعت كام؟ ايه 73. طلعت 73، زدت 10 كيلو. والله بصوا مش شايفاهم كتير، لان انا جسمي ما زادش قد ما اتنفخت، فان شاء الله هفش بعد الولاده باذن الله. ان شاء الله ما اتنفختش ولا حاجه زي العسل. كذاب قوي وبيرفع من روحي المعنويه. كذاب. واحد داخل على ولاده. اللي حصل